استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار للجمهورية الفرنسية جيرارد دارمونا. وحسب بيان للرئاسة وعقب اللقاء أكد وزير الداخلية الفرنسي أن اللقاءات مع السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقبله وزير الداخلية إبراهيم مراد كانت فرصة لإبراز الإرادة القوية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين في عديد المجالات. بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعد الزيارة التي قام بها إلى الجزائر على رأس وفد هام من الوزراء، طلب مني الرئيس الفرنسي العودة للجزائر، وذلك تبعا لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أشكره على حفاوة الاستقبال. هذا الصباح كان لي حوار جد ثري مع وزير الداخلية الجزائري. هي فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون وتثمين وتجسيد الحوار الذي تم بين الرئيس الفرنسي والرئيس الجزائري. التعاون في المجال الأمني وحماية الأفراد والتعاون في مجالات التبادلات بين البلدين. أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الاثنين الفارط قرر البلدان إعادة تكريس العلاقة القنصلية العادية بين البلدين، علاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الشعبي البلدين، وذلك لنرتقي بهذا التبادل لمستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا. أشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون على حفاوة الاستقبال التي خص بها الوفد المرافق لي المكون من مجموعة من المدراء العامين. شكرا.